السلام عليكم. معكم ريا درويش لتعليم الكروشيه. هنشتغل شابو مع بعض. إيه واللي ممكن تقولي عليه برنيطة زي ما تحبي. هنشتغله بإبرة 3.5. هنسمي الله وهنعمل دايرة سحرية زي ما اتعودنا كده. بسم الله. ناخد الخيط من تحت، تمام، وهناخد ايه، عمود بلفة. لا، ناخد 3 سلاسل. 1 اهو، 2 3. اشتغل داخل الدايرة 14 سطر، 14 عمود قصدي، تمام. اشتغل كام؟ 14 عمود بلفة. اشتغل 14 عمود بلفة، تمام. فين في الدايرة المفروض نشتغل 15 عمود. نعتبر الثلاث سلاسل دول عمود وهنشتغل 14 عمود هنا. ادي 1 الدايرة اهي، 2 ندخل بالخيط ونسحب من 2، نسحب من 2، نلف الخيط، ندخل في الدايرة ونسحب الخيط، يبقى معانا 3 على الدايرة. نطلع من 2 وبعدين 2، نلف الخيط، ندخل في الدايرة، نسحب خيط، يبقى معانا ايه على الإبرة 3 غرز. هنطلع من 2 وبعدين 2. هخلص السطر ده واقول لكم هنكمل. خلصت السطر، وصلت للنهاية اهو. هنسحب الفتلة دي عشان نقفل الدايرة. ثواني بس معايا. اسحبي دي، خلي الغرزة بس عشان ما تقطعش منك، عشان ما تتفكش منك لحد ما تقفلي الدايرة كده اهو. وهندوت دي تاني، اسحب خيط بالراحة عشان ترجع الغرزة طبيعية. وهنقفل في الثلاث سلاسل اللي عملناهم أول السطر، نقفل بمنزلقة، تمام. بس خليكي معايا ثواني بس عشان الخيط سميك شوية بمنزلقة، تمام. نطلع 3 سلاسل، 2 3، وهناخد عمود بلفة. احنا بنتزايد ازاي؟ في كل غرزة بنعمل عمودين، في كل عمود بنعمل عمودين. الغرزة بتاعتنا دي محتاجين شكل معين او غرزة معينة، فهنشتغل ايه، عمود عادي بلفة واحدة اهو، وفي نفس العمود هنشتغل ايه، عمود امامي. فيبقى كده احنا عملنا التزايد بس بالطريقة بتاعتنا. عمود بلفة اهو كمان، وفي نفس العمود نفسه اهو عمود بلفة امامي. بناخده ايه من تحت العمود نفسه في وسطه كده، ونسحب خيط ونشتغل العمود عادي. هخلص السطر ده كده بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. قربت على نهاية السطر اهي. وممكن حاجة تانية كمان، بدل ما تشتغلي فوق العمود ممكن تتلخبطي، اشتغلي قبل العمود هيديكي نفس النتيجة. قبل العمود اساسا عمود عادي، والعمود نفسه اشتغليه عمود بلفة، كده هيكون افضل ليكي، مش هتتلخبطي. اهو كده زي ما عملتها انا كده. اهو اوريكي من الاول تاني اهو. انا خلصت اخر عمود معايا اهو اهو. هشتغل قبل العمود عمود بلفة، تمام. والعمود نفسه اشتغل عمود امامي، بس بسيطة جدا علشان ما تلخبطيش تشتغليه عمود وبعدين عمود امامي، ممكن يضايقك في الشغل، تمام. اهي برضو هنشتغل عمود كده وعمود امامي. لا مش هنشتغل، لا سوري معلش، عد الاعمده عشان ما يتلخبطش. في نهايه السطر هيبقوا كام عمود؟ 15 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14. يبقى انا لسه فاضل عمود، زي ما انا كنت هعمل كده برضو. اشتغل قبل العمود عمود اهو، تمام. وفي العمود نفسه هاخده عمود امامي، تمام اهو. اخر عمود هاخده عمود امامي. كده هتكون افضل متهيألي بالنسبه لكم انك تتلخبطي. وهنقفل في 3 سلاسل بايه، بمنزلقه، تمام.
ناخد 3 سلاسل، 1 2 3. هنشتغل السطر ده تكرار للسطر الاولاني. هنشتغل العمود بلفة عمود للفة، تمام. وزي ما اتفقنا بين العمود عادي، متاخديش فوق العمود كده عشان تبقى وريحي ايدك تماما. العمود بلفة عمود للفة، ما تشديش، حاولي ما تشديش الشغل علشان ايه الشغل يبقى مريح وما يضمش معاكي قوي. لو ضم حاجه بسيطه مش مشكله. السطر اللي بعد كده احنا هنشتغل تزايد، فهياخد يفرد الضم كده اهو، تمام. تكرار للسطر ده. هكمل السطر وارجع اقول لك ده هو تكرار للتاني. هتلاقي اللي حاولت تضم معاك شويه بس مش قوي، مش مشكله. ده شابوه، مش لازم تبقى الدايره مستطيله دلوقتي. السطر اللي بعده هيبقى تزايد. نقفل منزلقه، 1 2 3. لو انت خايفه تتلخبطي علمي بماركر. انا طبعا انا مش بتلخبط، ممكن مش تلخبطي قوي لان السطر بيطلع 3 سلاسل فواضح، والغرزة العمود كبيرة. انت ممكن نخاف لو غرزة حشو وغرزة صغيرة ممكن متبانش تعلمي. نشتغل ايه؟ عمود بلفة اهو. ركزوا معايا في السطر ده كويس قوي، تمام. وعمود بالفراغ عمود عادي، تمام. وهناخد العمود اللي اشتغلناه عادي هناخده بلفة، هناخده امامي، والعمود الامامي عمود امامي. ركزوا معايا كويس. يبقى ايه؟ عملنا اول عمود اللي اول حاجة بنبدأ بيها العمود بلفة، وبعدين في الفراغ عملنا عمود عادي، والعمود العادي عملناه امامي، والامامي عملناه امامي. يبقى نشتغل بعد كده ايه؟ في الفراغ اهو ده عمود بلفة عادي، تمام. ركزوا في السطر ده كويس. العمود اللي بعده هناخده عمود، هنشتغله عمود امامي، اوكي. والعمود الامامي هنشتغله عمود امامي، نفس الطريقة. هنشتغل ايه؟ يبقى معانا السطر ده ايه؟ عمود عادي 2 امامي، عمود عادي 2 امامي. نشتغل السطر كله بنفس الطريقة دي. هخلصه وارجع لكم هنكمل ازاي. وصلت لنهاية السطر اهو. اشتغلت اخر سطر اللي هو في الفراغ ده، تمام. وهشتغل، احنا قلنا ايه؟ عمود لادي، والعمود ده يبقى فاضل عمود امامي. وهنقفل منزلقة اهي، نقفل منزلقة في ال3 سلاسل، تمام. هنشتغل السطر ده 3 سلاسل برضو، 1 2 3. ركزوا الله يخليكم في الخطوات كويس. هنشتغل العمود بلفة عمود بلفة، ركزوا تماما. والعمود العادي اهو، لا العمود امامي خدناه عمود امامي، والعمود بلفة اللي بعده. وهنشتغل في الفراغ عمود بلفة، تمام، اللي قبل العمود العادي. والفراغ اللي بعده هنشتغل برضو عمود بلفة اهو، اوكي. نشتغل العمود الامامي اللي بعده عمود امامي، وفي الفراغ اللي بين العمود الامامي والعمود الامامي هنشتغل عمود عادي بلفة. ركزوا كويس، السطر ده بيحدد السطر، بيحدد الغرزة بتاعتنا. وبعد كده هنشتغل العمود بلفة عمود بلفة، هنكرر تاني، تمام. هنشتغل عمود اهو. هنشتغل العمود ده العادي قبل الفراغ بتاعه عمود بلفة، وهنشتغل الفراغ اللي بعده عمود بلفة، اوكي. اشتغل عمود امامي، تمام، العمود الامامي، اوكي.
وفي الوسط عمود عادي. السطر ده كله عبارة عن عمود امامي، عمود عادي، نفس الفراغات. بص هعمل لكم الاول تاني عشان تركزوا معايا. بص فكيته اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اول حاجة بنعمل عمود امامي اهو، اوكي، وبعد كده عمود عادي. خلينا نشتغل في الفراغات عشان ما نتلخبطش. العمود الامامي هنشتغل عمود امامي، اوكي، وفي الوسط عمود عادي نشتغل نفس كده، واللي بعديه عمود امامي عادي. هشتغل العمود العادي عادي اهو، لو مش عايز تشتغل في الفراغ فوقيه عمود عادي اهو. العمود الامامي امامي، ووسط وبين العمودين الفراغ اللي بين الامامي والامامي هنشتغلوا عمود عادي. يبقى السطر ده عبارة عن ايه؟ عمود امامي عمود عادي، عمود امامي عمود بلف، عمود بلف، عمود امامي. كل السطر بتاعنا نشتغله كده. قابلنا عمود عادي بنشتغل قبليه عمود، بنشتغل فيه عمود عادي، وبعدين عمود الامامي هناخده امامي، وبين العمودين الامامي والامامي نشتغل عمود عادي. السطر بتاعنا عبارة عن عمود امامي عمود بلف، عمود على لف، عمود امامي. اخلص السطر وارجع لكم اوريكم الشكل ازاي. وصلت نهاية السطر اهي بغرزة منزلقة في 3 سلاسل. تمام، ناخد 3 سلاسل، 1 2 3. هنقول السطر بتاعنا ده عبارة عن ايه. اوله كان غرزة عمود بلفة، عمود امامي، عمود بلفة، عمود امامي، عمود بلفة، عمود امامي. السطر اللي جاي نشتغله ايه؟ عمود بلفة، عمود بلفة، العمود امامي، عمود امامي، والعمود العادي هنشتغل قبليه عمود وبعديه عمود. تالي واضحة كويس اوي، يعني انتوا شاطرين ان شاء الله هتعرفيها. دلوقتي انا اشتغلت ده العمود العادي اللي ال3 سلاسل. هناخد العمود بلف، اوكي اهو بتاعنا عمود بلف، عمود امامي قصدي. العمود العادي اهو اشتغل في الفراغ اللي قبله عمود بلفه، واللي بعده عمود بلفه، ومش هشتغل فيه خالص اهو. التزايد يبقى بتاعنا ايه؟ بعمودين بس هنشتغل قبله، والعمود بلفه، عمود بلفه. نستمر السطر ده كله كده اهو. العمود الامامي خدت عمود امامي، والعادي اهو بلفه، العمود بلف خدت قبليه عمود وبعديه عمود. تمام، اشتغل بالطريقه دي لنهايه السطر. اخلص السطر وارجع لكم تاني. وصلت لاخر السطر اهو. اخر حاجه عملتها عمود بلفه، سطر عادي اهو. العمود الاخير اهو عملت قبليه عمود، وال3 سلاسل هعتبرهم عمود، فمش هقفل فيهم منزلقة. ده العمود الاخير بتاعنا. ثواني اهو، عملنا ايه؟ عملنا منزلقة، هنبدأ السطر 1 2 3 اهو كده. مش هنتزايد تاني اهو. شايفين عمود بلفة واتنين في الاتنين او في الوسط، عمود بلفة واتنين اهو. هنشتغل السطر الجاي نفس ده، هنشتغل الطاقية كلها، الايس كاب كله كده عشان يبدأ يتنى معانا كده. هنشتغل تكرار للسطر ده. نشتغل فوق العمود بلفة، عمود بلفة. هبدأ معاكم اهو. اشتغل اول حاجة عمود بلفة، وبعدين هيقابلني ايه؟ العمودين اللي عملتهم اهو قبل العمود وقبله عملت 2، هشتغل فيهم 2 كده اهو. 1 2. حاولي بعد كده تضمي ايدك شويه، تمسك ايدك ما ترخيش ايدك قوي عشان تبدا ينزل الايس كاب يتنى معانا. والعمود مش هناخد ده حاجه خلاص، احنا الاتنين اشتغلنا نص 2 ملناش دعوه بده. نروح رايحين على العمود بلفه.
اوكي اهو. قابلنا الاتنين التانيين اهو، عمود بلفة وعمود بلفة، والاتنين اللي عملنا هنشتغل في وسطهم، ملناش دعوة بده، نشتغل في الوسط 2 عمود. تمام، يا رب يكون الشرح واضح. ثواني اهو، معلش اشتغلنا في الاتنين، يبقى احنا هنروح على ايه بعد كده؟ ملناش دعوة باللي بعد كده، نروح على عمود بقى عمود امامي قصدي، سوري معلش، بين العمودين اهو. بعد كده قابلنا الاتنين دول اهو اللي عملناهم، هنشتغل في وسطهم عمود بلف، عمودين بلف. تمام اهو، عمودين بلف. لو خايفة تلخبطي يبقى انتي وشغالة في السطر اللي قبل كده، كل ما تعملي 2 حطي فيه ماركر اساس انك لما تيجي تشتغلي السطر ده تشيلي الماركر وتعملي دول مع الشغل. سطر والتاني وكده هتلاقي نفسك ظهرت الشغل، وهتبقي مش محتاجة العلامات. تمام، هشتغل شوية في الايس كاب هيتنى. حاولي بعد كده تشدي ايدك، ما ترخيش ايدك علشان يبدأ يتنى معانا ويتكون كده. مثلا ما بلاش شد ايد عشان يبدأ ينزل كده. اوكي، هشتغل شوية سطور، كام سطر كده، وارجع لكم تاني هقول لكم نكمل ازاي. اشتغلت شوية اهو، طبعا الطول مش لسه شوية، اشتغل شوية كمان وبعدين اقول لكم هنكمل ازاي. المقاس اهو، انا مش عايزه اكتفي بالطول ده، انا لسه هنكمل تاني باسطر بتغيير الغرزه. تمام، عملنا 3 سلاسل اهو. اوكي، اشتغل ايه بقى السطر ده في الاتنين في وسط غرزه الجرانيت، هنشتغل 3 مش 2. تمام، 2 3، ومعانا العمود الامامي زي ما هو، بنشتغل عمود امامي. اشتغل معاكم شويه كمان اهو، اشتغل بالراحه اهو علشان تشوفي عمود ايه بلفه. اوكي، عمود امامي اهو، عمود 3 هنا، عمود بلفه، عمود امامي. في الاتنين هنشتغل عمود بلفه اهو. هخلص السطر وارجع لكم تاني عشان نكمل. بس خلصت السطر ده اهو، هشتغل دلوقتي ايه، اكتفيت بالحجم ده كده. تمام، هشتغل السطر ده في الاتنين اللي بنشتغلهم دول، اشتغل 3 غرز عمود بلف. ادي عمود امامي الاول اللي بناخده اهو، وهنا هنشتغل 3 اعمدة في الاتنين بينهم، هنشتغل 3 اعمدة بلفة. تمام اهو، 3 اعمدة اهو، هنشتغل عمود الامامي عمود امامي، والعمودين هنشتغلهم 3 في وسطهم، وغرزة الجرانيت دي هنشتغلها 3 اعمدة. اخلص السطر بالطريقة دي وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر، خدنا العمود امامي اهو، واخر العمودين اهو، غرزة الجرانيت هنشتغل ايه 3 1 2 زي ما اتفقنا. ايه دي عمود، يبقى ادي 2 والتالت اهو، يبقى هنقفل بعد الاتنين في 3 سلاسل اللي بنبدأ بيهم السطر. اشتغل 3 سلاسل 2 3، والعمود الامامي اشتغل دلوقتي برضو 3 اعمدة، بس هنشتغلهم فين؟ هنشتغلهم هنا، لا ثواني بس سوري معلش، هنشتغلهم فين؟ هنسيب عمودين وهنشتغل قبل الاخير،
هنسيب اول عمودين في الفراغ اللي قبل الاخير، هنشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3. اخلص السطر كده وارجع عمود امامي زي ما هو ماشي معانا لغاية نكمل للاخر كده. نسيب عمودين قبل والفراغ اللي بعد العمودين نشتغل 3 اعمدة. هشتغل السطر كله كده وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر اهو. نشتغل فين؟ ادي العمودين كده. نشتغل عمود التاني بنشتغل 3 اعمدة. تالت فين؟ اللي هو ال3 سلاسل دول زي ما اتفقنا عمود، وهنقفل ومنزلقه. السطر اللي جاي نشتغل ازاي؟ 1 2 3. احنا كده اشتغلنا سطرين 3 اعمدة في الوسط بالطريقة اللي قلت لكم عليها. السطر ده هشتغل، هناخد عمود الامامي اهو وهنشتغل 4 اعمدة. هشتغلهم فين؟ مرة هنا، يبقى ده هشتغل هنا في اول عمود فيهم بعد الفراغ اللي بعديه على طول. طب 4 اعمدة. 1 2 3 4. اشتغل 4 اعمدة بدل 3. اشتغلهم فين؟ في العمود، في الفراغ اللي بعد العمود، اول عمود اهو. العمود ده اخدنا العمود الامامي وادي ال3 اعمدة. اول فراغ، اول عمود اهو، الفراغ اللي بعديه على طول اشتغل 4 اعمدة. خلص السطر بالطريقة دي وارجع اقول لكم هنكمل ازاي. وصلت لاخر السطر اهو. ال3 اعمدة معانا هنشتغل في ده 4. 1 2 3. وزي ما اتفقنا الرابع فين؟ هو السلاسل دي 3، والرابع اهو 3 سلاسل احنا بدأناها في اول السطر هنقفل فيه المنزلقة. 1 2 3. نشتغل العمود بلفة وهنشتغل في الأعمدة عمود بلفة، عمود أمامي قصدي، سوري. بيكمل معانا زي ما هو، ما بيغيرش على طول عمود أمامي. هنشتغل في ال4 أعمدة في وسطهم 4 أعمدة. يبقى السطر ده كمان برضو ايه؟ 4 أعمدة في نص ال4. تمام اهو. 2 3 4. العمود أمامي، عمود أمامي، اوكي. وال4 أعمدة هنسيب أول عمودين وتاني عمودين وهنشتغل في النص 4 أعمدة. كمل السطر كله كده وارجع اقول لكم هنكمل ازاي. وصلت لنهاية السطر. اشتغل في وسط ال4 دول، في وسط ال4 دول اهو. 1 2 3 4. هنا هنشتغل هنا 4 أعمدة. 1 2 3. والرابع فين؟ زي ما اتفقنا الرابع ال3 سلاسل اللي بدأنا بيهم السطر اهو. يا رب يكونوا واضحين اهو. تمام. وهنقفل فيهم بمنزلقة. السطر التاني ده وده هيكون السطر الأخير. 2 3. هشتغل كل بين 4 هشتغل بدل 4 5 أعمدة بلفة. العمود الأمامي مكمل معانا عمود أمامي زي ما هو، مش أي تغيير. التغيير بيبقى في الأعمدة العادية. اشتغل كام عمود؟ 5 أعمدة بلفة. 2 3 4 5. العمود الأمامي عمود أمامي. هيبقى الشكل كده. خلص السطر كله وارجع اوريكم الشكل النهائي. وصلت لاخر السطر اهو. عمود امامي اهو. هنشتغل في الوسط اهو 5 اعمدة. 1
اتنين، سوري، اتنين، تلاتة، أربعة، زي ما اتفقنا الخامس فين التلات أعمدة دول هنقفل المنزلقة اهو، اهي منزلقة. خلاص كده هنقص الخيط كده، نهينا الشغل كده، خلص معانا. ثانية اوريكم الشكل بتاعه، شايفين شكله جميل قوي، شايفين الشكل. طبعا الخيط ده هننضفه بإبرة التنظيف اهو، شايفين قفلناه كده اهو، الشكل النهائي اهو. ما تعبش شوية، معلش انك تحفظي بتاع، بس النتيجة بتبقى مرضية. ثانية بس عشان اوريكم الشكل كله، معلش لا مؤاخذة اهو، شايفين. هننضف ده بإبرة التنظيف، وهنشتغل وردة طائلة. قبل الوردة هنشتغل سلسلة، هنعملها رباط. تمام، هنعمل الوردة الأول بعد السلسلة. هنعمل الوردة ازاي اهو، 1 2 3 4. الوردة اهو، هنقفل المنزلقة، نشتغل 1 2 3 وغرزة حشو في الدايرة اللي عملناها. 1 2 3 غرزة حشو. تمام اهو معايا. 1 2 3 وغرزة حشو، هنشتغل تمام كده. 1 2 3 غرزة حشو في الدايرة اللي عملناها. هنشتغل قد ايه، 1 2 3 وغرزة حشو في نفس الدايرة اللي عملناها من 4 سلاسل. تمام، هنشتغل كام، 5 اهو، شايفين 1 2 3 4 5. بعد كده هنشتغل هنا غرزة حشو، غرزة نص عمود، بعد كده عمود بلفة. 1 2 3 4، لا 3 4، عملنا 4. ونرجع تاني نكرر نص عمود وحشو. اول بتلة معانا اهي، التانية نص عمود حشو قصدي، سوري، نص عمود و4 عمود بلف. هعمل كل الاماكن دي كده 5 وارجع لكم تاني او خلصتهم، خلصت دول كده. هعمل تاني، هعمل ايه، هعمل هنا في نص في نص البتلة كده من ورا. تمام كده في وسطها، وناخد غرزة حشو اهي. نشتغل 3 أعمدة برضه، 1 2 3 سلاسل. نشتغل بص فين، في نص البتلة من ورا غرزة حشو. تمام اهي، اهي غرزة حشو. ناخد 3 سلاسل، 1 2 3. اشتغل في نص البتلة التانية كده غرزة برضو حشو. ثواني بالراحة كده، من ورا كده بتاخديها اهو، غرزة حشو. 3 سلاسل، 1 2 3. هتعملي من ورا غرزة حشو. احنا لسه ما اشتغلناش حاجة، احنا بنعمل مكان نشتغل فيه. يعني السلاسل دي هنشتغل فيها دلوقتي.
1 2 3 البتلة الخيطة كده، البتلة اللي التانية، وناخد غرزة حشو. اوكي اهو 1 2 3. هنشوف ايه ياخد. وصلنا ايه، وصلنا لاخر واحدة. هيبقى ندخل في اخر اول واحدة عملناها اهي، ندخل فيها ونعمل غرزة حشو. نشتغل دلوقتي غرزة نص عمود، نشتغل عمود بلفة، ثواني بس، بلفة 2 3 اهو، يا رب يكون واضح. 4 بس الحتة لازم ايه تشدي عشان تفضل مش واسعة، ما توسعش معاكي. 4 5 نعمل 6 أعمدة. تمام، 6 أعمدة بلفة، ونكرر تاني نص عمود وحشو، نروح على اللي بعدها حشو نص عمود وايه 6 أعمدة بلفة. هكملها وارجع اوريها لكم. خلصت كده، ثانية، وصلت للنهاية اهو. في اخر بتلة هنقفل هنا بمنزلقة كده، هنقفل هنا بمنزلقة. ثانية هوريكم تاني معلش اهي. هنقفل هنا بمنزلقة وننهي السطر كده. احنا برضو هنقص الخيط كده. الوردة انتهت اهي. ايه رأيكم؟ وهنشيل الخيوط دي بإبرة التنظيف. هنسيب ده بس كده. هنخيط الوردة في الشابو بالخيوط دي، بس هنعملها ازاي؟ ثواني بس. هنوصلها بعد كده اهو كده عشان يبقوا قريبين، ونقدر نربطهم في بعض عشان بتاعت اول فتلة بتخلي الوردة توسع. احنا كده ايه كده يبقى ربطنا كله كده، هتفضل زي ما هي اهي. شايفين الخيوط دي هنخيط بيها في الايس كاب، احنا مش هنشيلها. تمام، هنشيل الخيوط اللي في الايس كاب دي، الشابو، شابو بورنيتا ايس كاب، الاسم اللي انت عايزاه تطلقيه عليه، بس هو شابو افضل يعني. هو شكله كده بس. عشان البلاستيك اوسع، بس انا بفضل الابره الستانلس افضل. التانية ممكن تتكسر، دي مش بتتكسر معانا. هندخلها في من جوه من الداخل، هنخيطها من الداخل. نشد بس بيها كده، بنداريها في الشغل كده. دي شوية بعدين كده خلاص. اشتغل رباط ليها كده من السلسلة، هعمل سلسلة رباط بطولة، سلسلة عادية. تمام، بلا رباط لغرزة السلسلة. وممكن كمان تعمليه بشريط الستان، لو عندك شريط ستان نفس اللون تركبي او تركبي سلسلة. تمام، اخلصه وارجع لكم تاني.
بصوا الوردة بتاعتنا اهي، خليها كده. وهركب ده، انا لسه مقصيتوش لسه اهو. همسك بإبرة التنظيف برضو سبت الخيط ده عشان دي هتبقى صغيرة مش هتتلضم، دي هتبقى صغيرة كبيرة على الإبرة مش هتتلضم، فأنا سبت خيط لسه هنضفه برضو. هنركب نلضم الإبرة وهنركب هنا، شايفين هنا ثانية هشوف كده، المفروض هي هنا 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 1 2 3 4 5 سطر بس ركزي تبقى كلها واحد في العمود في العمود اللي هو أمامي، العمود الأمامي اهو. تمام اهو اللي احنا العمود البارز كده، شايفين؟ ثواني بس معلش اهو. العمود ايه؟ العمود الأمامي اهو. بس ركزي في السطر قصاد بعض عشان ما يبقاش الشكل مش حلو كده. نفس السطر الخامس اهو، ميبقاش معوج، ما تحطيش السطر، لازم كلها زي بعض، شايفة كده اهو. بتيجي تعملي تبقى خط واحد. تمام، او ركبي كده برضو العمود الامامي، معلش نفس السطر، يبقى كده واحد سطر واحد. السطر الخامس، نتأكد 1 2 3 4 5 اهو. السطر الخامس، في الخامس في السادس، بس اهم حاجة تركزي انك يبقى قصاد بعض، يبقى الخامس يبقى كله في الخامس السادس كده. لا، هو الخامس السادس هيبقى فوق قوي، الخامس او الرابع اهو، عشان يديك الشكل الجميل ده الجمالي. لو لقيناه فوق قوي نبقى 1 2 3 4 5 6 ابص في السادس، اول ما طلعت لازم اطلعه. تمام، هو برضو لازم يبقى في الخامس اهو، 1 2 3 4 في الخامس اهو. تمام اهو، لازم في السطر الخامس هركبه وارجع له تاني. بصوا ركبتها، يبقى هنقص. احنا لسه ما كناش خلصنا، ما كنتش شلت الخيط، اهي لسه ركبتها وانا بشتغل اهي. يبقى كده هنقص الخيوط وننضف الخيط كله. قصيت الخيط، بس هنحط نلضم الإبرة بس عشان تبقى واضحة كده. نلضم إبرة التنظيف. بص بقى ننضف السلسلة ازاي، في نفس السلسلة كده اهي، كده 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 اهي اهي اهي. هنبص دي بعد كده ننضف دي كمان اهي كده. معلش التانية مش واضحة، بعدي اهي واضحة اهي كده، شايفين اهي السلسلة نفسها اهي واضحة اهي. ننضفها ازاي؟ ندخله في السلسلة نفسها اهي اهي، بس حاولي ما تشديش عشان الاخر ما يتلواش معاكي، ما يتناش، يبقى شكله مش حلو. لو انت بتسحبي سحب بالراحة بس كده. هنشيل الفتل دي، الخيوط دي خلاص مش ملهاش لازمة معانا.
زي مقص واحد كده، ونربطها كده اهي اهي، شايفين اهي كده اهو اهي، حلو كده. وهنركب الوردة هنا اهي، شايفين؟ هركبها بالخيط بتاعتها كده. استني هوريك بركبها ازاي الاول، وبعدين هنلضم الخيوط كلها هنا. بس لاحظي وانتي بتركبي الوردة ما تخيطيش الرباط، عشان الرباط ده لو عايزة تدوقيها تقدر، لكن لو خيطتيه هيفضل ومش هي مش هتقدر تتحكمي فيه اهو. فوقها كده، فوق الرباط، وتدخليها من جوه كده اهو، وتركزي زي ما قلتلك على الرباط، ما تخيطيش عليها. خيطها وارجع اوريها لك. بس وركبتها اهي، قصيت الخيوط اللي هنا اهي عشان داري الخيوط اللي اتقصت من الداخل اهي. من الداخل اهي، تمام. داريها بالشغل زي العادة، زي كل الخيوط اهي. ما نقصش الخيوط خالص، بنخلي فيها فراغ وندخله في الخيط. في اي شغل مينفعش تقصي للاخر، لازم تسيبي فيه مسافة وتخدريها في الشغل، بصي في الاخر ممكن يفك. تمام اهو كده. خلاص كده خلص اهو. ثانية اقول لكم كده اهو، معلش سوري لا مؤاخذة. والرباط اهو، استني اهو الرباط بنربطه كده ونداريه تحت الوردة، يعني حاولي تخليه مش كبير قوي عشان يديها كده اهو، بس شكله حلو شيك اهو، شايفة؟ ثواني اهو، هصور لكم من بعد كده اهو. شايفين شكله؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء في فيديو قادم.